السلام عليكم. حالة من الاستنفار تشهدها في هذه الأثناء عدد من المستشفيات في إقليم تطوان بعد استقبالها لضحايا فاجعة انقلاب حافلة لنقل العاملات بمنطقة رياض صوفيا بالمدخل الغربي لمدينة مارتيل. وبحسب آخر المعطيات فقد تم تسجيل حالة وفاة واحدة لسيدة تم نقل جثتها صوب مستودع الأموات بمستشفى ثانية الرمل بتطوان، في حين بلغ عدد الإصابات 46 حالة بعضها خطير تم نقلهم إلى مستشفى النهار بمارتيل، وكذلك مستشفى محمد السادس بالمضيق والمستشفى الإقليمي بتطوان باش يتلقاو علاجات ضرورية. ورجحت مصادر أن يكون تجاوز السرعة والحمولة الزائدة من أسباب وقوع الحادث الخطير، وخاصة وأن الطريق المحاذية لمجمع رياض صوفيا معروفة باستوائها وغياب المنعرجات. وكانت الحافلة كتنقل العاملات في مدينة الفنيدق نحو أحد معامل تدوير الملابس بالمنطقة الصناعية المتواجدة بمخرج مدينة مارتيل.